حبايبي رجاله صباح الفل، يوم جديد وحلقه جديده من قناتنا الجديده. كل سنه وانتم طيبين طبعا يا شباب، بمناسبه المولد النبوي وعام هجره سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه يا شباب. بصوا يا رجاله، يعني انا الواحد بصراحه بيتصدم، يعني الواحد بيشوف حاجات اليومين دول بيتصدم منها والله. تيجي مثلا تلاقي حد بيرن عليك يقول لي الحمام ما بيعمرش، اقول له يا عم بيعمرش فين؟ ده احنا في شهر في 8. يقول لي ما انا ما البيض ما فيش تخصيص. انت مجوز الحمام؟ يقول لك اه مجوز الحمام. تيجي تبص تلاقي واحد تاني، والله يا شباب والله هذا بيحصل، يعني اللي انا بحكوا لك ده بيحصل تمام. وانا طلوعي النهارده علشان بس اقول لك الدنيا بتمشي ازاي في شهر 8 و9 مع الحمام. الواحد واقف مش طايق الهدوم اللي عليه، اقسم بالله العظيم الواحد واقف ما طايق الهدوم اللي عليه تمام. تلاقي واحد تاني يقول لك انا زهقت بقى من تطليق الحمام او قلش الحمام او فدا الحمام من على بعضه، فانا جوزت النهارده 5 تجواز او جوزت 10 تجواز. معلش يا جماعه انا اسف الكلمه اللي انا هقولها، اللي بيحصل ده عك، اللي بيحصل ده عك. لا في فرخ في 8 ولا في فرخ في 7 ولا في فرخ في 9 ولا في فرخ في 10. ايه اللي احنا بنعمله ده يا جماعه؟ طب هتلاقي واحد يخش دلوقتي في التعليقات مثلا يقول لك ايه، لا والله انا ملقي الحمام وفارغ. يا عم ماشي، انت فارغ كام زغلول من كام قص؟ ما هو انا معلش، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده اللهم بارك. ده 1 2 3 4 5 4 في 5 ب 20 باب. 20 باب دول الطبيعي يا عم احمد يبقى تحتهم 20 30 زغلول. انت لما تيجي تدور تلاقي تحتهم زغلولين 3. ما هو انت واقول لك حاجه والله يا شباب، يكبروا ويموتوا. يعني انا اصلا ببقى عامل حسابي ان انا لا في زغاليل باخدها اليومين دول ولا بنيه. عارف والله بسبب الصوافات على بعض. لان على حسب الله وانت شايل النوت شايل. يا جماعه النتي متشاله اهي تاني، يا جماعه النتي متشاله، يا جماعه مفيش فرخ، يا جماعه اللي ملقي الحمام. طبعا اصل انا بربي لاحم يا جماعه، اي فرد حمام خلقه ربنا. مفيش حمام بيفرخ دلوقتي، مفيش زغاليل بتفرخ دلوقتي، مفيش حاجه بتتفرخ دلوقتي. اللي بيتفرخ بيتعب منك ويموت، البيض بيتكتم، البيض ما بيطلعش عمران، الحمام ما بيبيضش. طب انت ليه اذي نفسك؟ انت ليه مبهدل نفسك؟ يقول لك يا عم انا قلت اما اخد لي زغلولين، اصل انا الحمام عندي كنت شايله بقالي فتره. بقالك قد ايه شايله بقالي 3 اسابيع وقلت بقى ايه كفايه كده عليه. اما لا ايه يا جماعه 3 اسابيع ايه؟ احنا بنفضل شايلين الحمام بال3 اشهر ولا 4 اشهر من على بعض وارجع اشيله تاني في واحد. وبعدين انت في بقى نقطه مهمه مش واخد بالك منها، هو لا الحمام ده مش بالعافيه، يعني الحمام دلوقتي عليه ريش. ودي النقطه اللي الواحد بيحزن بقى عليها، ان الناس اصلا مش ما بقتش فاهمه يعني ايه الحمام عليه ريش. يعني لو جينا كده نلف وشنا كده نلاقي احمد ماسك الحمام عمال يفي فيه، إيه انت عليك كام وانت عليك كام وهيتخلصي امتى؟ هو احنا بنلاقي الحمام كده بمزاجنا احنا؟ لا يا جماعه الحمام بتلاقى بمزاج الحمام مش بمزاجي انا. لما الحمام يخلص الريش اللي عليه، لو جينا نلف الكاميرا كده بظروفها كده بص هنلاقي احمد بيعمل ايه. والنبي احمد تاني الحركه دي معلش انا هاجي لك اخش عليك بالكاميرا يا عم الحاج احمد، انا بحزن. الحمام ده احمد بص يا احمد، الناس بتلاقي الحمام بيطلع الصبح كده يقوم مجوز الحمام. بص يا جماعه، بص الحمام مهجر ازاي، بص الحمام عامل ازاي. طب تعالى بقى بيفتح الجناح، بص الحمام عليه، بص فرد الحمام عليه يا جماعه، بص فرد الحمام عليه الريشه الصغيره اهيت ماشي، الريشه الصغيره اهي عليه 2. اقول لك حاجه، لو طبلت له يا عم مش هيعمر، لو طبلت له مش هيبيض. ودي بقى المشكله بقى اللي بنتكلم فيها، دي اللي هنجيلها دلوقتي. بص يا جماعه شوك، حط ايدك كده يا عم تلاقي نفسك بتتشوك تمام. طيب انت بقى حضرتك مصمم مثلا تلاقي الحمام، ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى؟ اول حاجه ان انت في عز موسم الفرخ اللي انا بكلمك بقى على اخر 10 و11 و12، ولو هتسيب الحمام على بعضه في 1 و2 الحمام عندك هيريح. ما هو انت ما جيتش ريحته في موسم القلش، يعني ما جيتش كده قلت للنتي كده يا بنات انتوا واقفين كده اكل وصنع وقله مرعى زي ما بيقولوا يعني، ولا مش عارف بيقولوها ايه. انت باشا ما وراكوش غير الاكل والفيتامينات. بص انا بكلمك اهوت مش مترتب له تمام. لو كده بص في الجردل اللي هناك ده كان في احمد جروفيت لاير في لسه. بصوا يا شباب لو جيت ابص في الجردل اللي هناك ده كده، الخزان اهوت جروفيت لاير، الجردل اللي تحت ده بمسح بجروفيت لاير. يعني انا ما ورايش شغله اليومين دول غير اني بمسح باملاح واحماض وجروفيت لاير. انا بقول للحمام استعد، احنا داخلين على موسم فرخ. انت بقى دلوقتي هتفرق لي ازاي؟ هتغير القاعده،
اللي الطير اصلا ربنا خلقه عليها، ان هو اليومين دول ما بيشتغلش، اليومين دول ما فيش زغاليل. بلاقي ناس برضه تكلمني تقول لي يا وليد انا عايز طرايح زغاليل دلوقتي بول، او طرايح زغاليل نشه، او طرايح، او ما فيش زغاليل اليومين دول، ما فيش زغاليل. طب انت ربنا كرمك شفت زغلول عندك بظروفها، زغلولين 3 4 5 من اصل كام؟ اقسم بالله العظيم انا واقف ما طايق الفانيلا ولا التيشيرت اللي عليا، انا مش طايق التيشيرت اللي عليا. حمامة زغاليل فوق احمد قال لي فتحت لها وقفلت عليها. فرخ مين يا جماعه اليومين دول؟ حمام ايه اللي بتلقى على بعضه اليومين دول؟ ده مصيبه، ما تسال يعني. انا مش فاهم يا باشا الفرد انا لسه مسك لكم حمام دلوقتي يا باشا. الحمام بيتلقى دلوقتي؟ اقول لك لا طبعا ما بتلقاش. يا فلان يا علان انا هجوز الحمام، اجوزه دلوقتي؟ اصل انا شايله بقالي شهر وانا زهقت، انا عمال اكل في الفاضي. انا قلت اخد لي زغلولين، هيطلع زغاليل مجدره، وزغاليل صيف زغاليل ضعيفه، وزغاليل متنيله بنين 60 نيله مخنفسه ومدعبله، ومش هتفرخ اصلا حاجه، وهتفضل تهلك في الفاضي. تمام يا جماعه؟ الحمام ما بتلقاش بمزاجي انا، الحمام بيتلقى بمزاج الحمام. يعني ايه كلمه بيتلقى؟ يعني بيتجوز. الحمام بيتجوز بمزاج الحمام لما يخلص الريش اللي عليه. انا لو جبت لك اي فرد، يعني الفرد اللي هنشاور، تعالى نجيب احمر وزار، بص عليه تشوف عليه كام. الله، هو يعني ولا انت بتقول اي فرد حمام؟ هو اي فرد حمام عليه ريش؟ اي فرد حمام خلقه ربنا في اي مكان في العالم عليه ريش دلوقتي. ده مش ميعاد تزاوج، ده ميعاد قلش، ده ميعاد بنقول ونعيد ونكرر واللهم قد بلغت بقى اللهم فشل. تعالوا بقى ايه نبص على اي فرد حمام هنجيبه. يعني انت لما تيجي مثلا تسالني هو انتوا فكركم يعني انا مش عايز افرغ، ما اي حد في الدنيا عايز يفرغ وعايز يطلع زغاليل ماشي. شوف بقى نتيجه الاهتمام. يعني انت ممكن تيجي تفتح جناح فرد الحمام عندك تلاقي عليه 3 و4. هو انت مصمم ومنشف دماغك ومش عايز تمشي. بص يا رجاله القلش، بص الريش، بص المنظر عامل ازاي، بص الريش كله اللي طالع عامل ازاي، بص الديل فاضي ازاي، مفيش اصلا في ريش ماشي. لو جينا نبص من ورا كده، بص يا جماعه مشوك ازاي، بص شوك طالع، بص المنظر. عمره لا يمكن يفرخ، لان هشرحك الحته دي. تعالى بقى نفتح الجناح اللي هي القاعده الاساسيه. انا هجوز فرد الحمام ازاي؟ يعني انا كوليد، بص يا شباب والله الفرد ده، بص المو، شوف الحمام قلشه صعبه ازاي. اللهم صل على النبي. شوف الوزار دايما بدل مسكته مشوه كده ايه، نضفه يا عم، ينوبك ثواب، نضفه. بص يا شباب الفرد ده ما شاء الله مستواه كويس. تمام. فيعني انا بقول لك فرد الحمام بقى بيتجوز بمزاجه. يتجوز بمزاجه ازاي؟ لما يخلص ريش، لما يجهز. انا لو جوزته دلوقتي مش هيتجوز. بص يا شباب جناحه، بص عليه ايه، عليه الصمه. خلي بالك انت ممكن تفتح جناح فرد الحمام اللي عندك تلاقي عليه 3 و4 ومأخر عني. ليه؟ لان حضرتك ما خدتش القاعده الاساسيه في الحسبان وقلت لا احنا في قاش. خلي بالك الكلام ده مش بينطبق على الذكوره بس، الكلام ده بينطبق على الذكوره والنتي. يعني انا لما هاجي مثلا اجوز الاحمر ده لازم يكون خلص اللي عليه، وبعد ما يخلص اللي عليه اللي هي الصمه اسيبه كمان 15 يوم علشان يستف نواعمه، لان الصمه هتنشف قبل النواعم. ستف نواعمه، المسه كده من ورا كده الاقيه ناعم زي الحرير، اقوم مسمي الله وراجع بقى الخمس النتي. تمام. انا طبعا عين له مرقعه عندي لسه هنجوزها له، اقوم راجع بقى الخمس. تعالى مثلا تعالى نعتبره مثلا ان هو ايه، ذكر سقاط. تمام. بقوم جايب مثلا انا ايه هجوزه النتايه دي. والله يا جماعه يعني انت هتسمع كلام مش هتسمعه غير مني هنا، وعايز تاخد بالكلام وتعمل بيه اعمل، مش عايز تعمل انت والله العظيم اللي بترازي في نفسك. بصوا يا شباب دي نتايه هجوزها له مثلا. طب هو خلص، لما اجي اسمي الله وامسك النتايه مثلا عشان اجوزها له اهيت، اول حاجه انا بعملها لما اجي اجوزها، ما انا قلت لك الحمام بيتجوز بمزاجه ومش بمزاجه، بقوم مسمي الله وفتح الجناح كده. ايه ده يا باشا؟ ده لسه باشا، ده بص الريشه الصغيره اهيت، والريشه اللي قبلها فيها الجراب ولسه عليها الصمت. يبقى فرد الحمام ده عليه واحده. بص يا شباب، بص الريش، بص المنظر، بص ظهرها كله، بص الريش اللي عمال يقع من ظهرها، بص وشها عامل ازاي، بص من تحت مشوكه عامله ازاي. يبقى انا دلوقتي هفرغ بيض في الفاضي. ليه؟ الحصى بنسبه كبيره مش هيطلع عمران. طب انا ربنا يكرمني بحصويتين دلوقتي عمرانين عادي، ما انا بقول لك انا فارغ زغاليل اهو، بس انا معتمد في فرخ دلوقتي. لا مفيش فرخ دلوقتي، انا بكلمك في الصح. طيب تعالى مثلا يبقى النتايه دي لسه مش جاهزه، هتفضل واقفه، نجيب نتايه غير. طبعا انا بكلمك في نهايه 8
اول 9 اغلبيه الحمام عليه وحايد واتنانات. يا جماعه الخير والله العظيم افهموا، يا جماعه الخير مفيش حمام بيتلقى دلوقتي، يا جماعه الخير مفيش حمام بيتفرغ دلوقتي، يا جماعه الخير الكلام ده مش هتسمعه غير مني هنا. بلاش تنشف دماغك وتطلع تقول لي انا قررت ان انا النهارده اجوز الحمام، يعني بكره الجمعه مثلا اجازه انا خلاص بقى اطلع اجوز لي 5 6 جواز الحق اخد لي منهم كام زغلول. مفيش الكلام ده. انت مش هتاخد بيض ولا هتاخد نيله، ولو الحمام بيض عندك هيوقف عندك بيض في موسم الفرخ. بصوا يا شباب، بص ركز معايا اهي عليها واحده. طب انا ينفع اجوزها دلوقتي؟ لا، لما نخلص الواحده واسيبها 10 15 كمان يوم. بقول لها براحتك خالص، اقعدي اقلشي وخلصي قلش. احمد النتايه دي لونها غير ليه يعني؟ طيب تعالوا يا جماعه، يعني الكلام ده بينطبق زي ما قلت لك على ايه فرد حمام خلقوا ربنا. تعال نجيب مسود، يمكن المساويد مثلا ما بتقلش، او يمكن المساويد مثلا بتخلص اللي عليها. قلت لك الكلام ده الناس اللي بتربي لحم يا شباب في بواب، شيل نتيك، انت بتهلك في الفاضي مش هتفرغ. الناس اللي بتكلمنا يا شباب الحصى مش عمران، هو الطبيعي ان هو مش عمران. يعني لما حد بيكلمني اليومين دول ويقول لي وليد انا الحصى عندي ما بيطلعش عمران، مع انه كان في الاول بيبقى معمر، اقول له طب ما انا الطبيعي ان انت تكلمني وتقول لي ان هو مش عمران. ده الغير منطقي ان انت تقول لي ان هو عمران. بصوا يا شباب تعال نفتح جناحها كده بظروفها وما اعرفش. انا بمسك اي فرد حمام، بصوا يا شباب الريشه الصغيره اهي 1 2 3 دي مش هتتلقى، مش هتتجوز الا لما تخلص ال3 اللي عليها. 3 ده ممكن تقعد شهر ونص شهرين، ان شاء الله تقعد 5. ما هعمل بيها ايه؟ تمام. بصوا يا رجاله وشها عامل ازاي، بصوا كل القش اللي في وشها. بص طبعا الحمام دلوقتي كله شكله وحش وكله مهجر. بص بقى، بص التشويك اهو بص المنظر. شوك يجي الذكر يكسر النتايه او يتجوز النتايه يقوم يتشوك من ورا، يقوم ايه ما يعرفش يكسر النتايه بشكل كويس. ماشي. اي فرد يعني. تعالى يا عم نجيب ايه يعني، مش عارف. تعالى يا عم نجيب واحده برقبه اهي. بص عليها ايه، بص الريشه الصغيره اهيت عليها 2 اي فرد حمام ذكر او نتايه ما يتجوزش الا لما هو يقول لي انا عايز اتجوز. طب يقول لي انا عايز اتجوز ازاي؟ انه يخلص اللي عليه. ربنا يكرمكم ويرزقكم الخير ويبارك لكم في الحاجه بتاعتكم. تمام. ويا جماعه والله ما عايز منك حاجه، عايز تفرق بقى افرق انت حر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.